احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة تملي كده. يا رب الف مليون مبروك على صعود نادي الزمالك للدور نصف النهائي في الكونفدرالية. تعادل في الماتش، لكن برضه نادي الزمالك قدر يصعد للدور القادم بنتيجة كاملة للماتشين، بنتيجة 3-2. قبل اي حاجة وقبل ما اتكلم عن الماتش، حبيب بس نشكر، مش نشكر يعني، انا عايز اقول لك على روعة جمهور نادي الزمالك النهارده. جمهور نادي الزمالك روعة، روعة تحفة. يا جدعان احنا جماهير جامده قوي، احنا جماهير جامده فشخ، يعني احنا جماهير مش عارف ليه والله العظيم. انا قاعد بتفرج بامانه ربنا، ما رحتش الاستاد الماتش ده، بس انا قاعد بتفرج كده. كل ما الكاميرا تيجي على الجماهير، ايه الروعه ده؟ إيه الجمدان ده؟ لا لا، بامانه ربنا انا واحد من الناس اللي كنت بلعب في الماتش ده. تاني ماتش هو نجم الماتش، بلا كلام يعني. هو النجم الوحيد ده هو احمد حمدي اللي سجل الجون، لاعب نادي الزمالك اللي سجل الجون التعادل. احمد حمدي ابعد الجون، احمد حمدي غير الجون. احمد حمدي كان عامل اداء جامد جدا جامد جدا. احمد حمدي صفقه سوبر، صفقه هيفيد نادي الزمالك بشكل انت مش متخيله. بجد اللاعب تحسه حسام غالي التاني بامانه ربنا. تاني شيء عايزين نتكلم على اداء نادي الزمالك. نادي الزمالك كان هجوميا شكله كويس، دفاعيا كان بين بنين، ولا قادر عليه اقول وحش ولا قادر اقول عليه جامد جدا. اما نادي فيوتشر بامانه ربنا، نادي فيوتشر نادي كويس جدا، كان منظم دفاعاته بشكل بايخ، بشكل جامد جدا. زي ما انت يا زمالك كنت جامد هجوميا، زي ما فيوتشر كان جامد دفاعيا. فيوتشر كان جامد دفاعيا جدا. بس في الاول والاخر هارد لك لنادي فيوتشر، والف الف مليون مبروك نادي الزمالك. الماتش كان جامد جدا، وماتش سر المكسب فيه كان هو نادي، كان هو الجماهير بصراحة ربنا. والف الف مليون مبروك، وان شاء الله ناخد الكونفدرالية وبس. سلام.